ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي ايمان ودي قناتي واول مره اظهر على اليوتيوب. انا حبيت ان انا اطلع لكم النهارده واعرفكم على نفسي، لان في ناس جمال من المتابعين اللي بيتابعوني وبيشوفوني طلبوا مني ان انا اطلع ويشوفوني، لان هم حبوني من صوتي فطلبوا مني ان انا اطلع ويشوفوني ويتعرفوا عليا واتعرف عليهم. انا بقالي سنه على اليوتيوب، بس صراحة أنا ما كنتش مهتمية خالص بالقناة وما كنتش بنزل فيديوهات منتظمة. كنت بنزل الفيديوهات يعني بمزاجي، ما كنتش بنزل على طول، ما كنتش منتظمة. لما هم طلبوا مني وشجعوني، أنا طبعا أنا ما كنتش حابة أطلع على السوشيال ميديا، بس أنا حبيت أطلع عشان ما زعلش حبايبي، وحبيت أظهر النهاردة في الفيديو وتعرفوني وتشوفوني، يمكن تحبوني. أنا كنت خايفة إن أنا أطلع مش تحبوني، يمكن تحبوني إن شاء الله بإذن الله. القناة بتاعتي المحتوى بتاعها محتوى طبخ بس، وانا مش هغير المحتوى ده ان شاء الله باذن الله. هيبقى محتوى طبخ بس، مش هغير فيه اي حاجه خالص. بس طالبه منكم طلب بسيط، تشجعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان اي فيديو انزله تشوفوه باذن الله. واولا كده قبل اي حاجه، كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب تكون ايام كلها خير وبركه علينا كلنا وعلى امه محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فالنهارده انا حبيت اتكلم معاكم الاول في بدايه الفيديو قبل ما ابدا. النهارده احنا مش هنعمل وصفه زي كل مره، النهارده الفيديو بتاعي عامله فيه تنظيف. انا قبل كده عملت تنظيف، غسلت الاطباق، وكنت وعدتكم ان انا هعمل تنظيف لبقيه الاجهزه. فانا عملت عندي شوايه الجريل بالكهرباء، عملت لها تنظيف، والفرن الكهرباء برضو عملت له تنظيف، وعملت لكم خلطه حلوه جدا هتعجبكم، خلطه سحريه من الاخر. لو جربتوها للدهون حلوه جدا، بتعملي بيها كل حاجه عندك، بتعملي بيها الحيطان، بتعملي بيها الرخام، بتسيح الدهون، خلطه جباره. فان شاء الله باذن الله الفيديو النهارده برضو يعجبكم، وانزلوا في الكومنتات وقولوا لي انتوا بتشوفوني منين. دي حاجه برضو تفرحني وهتبسطني. ومعلش انا ممكن اكون متلجلجه شويه عشان انا طبعا اول مره ظهور ليا على القناه، وان شاء الله اشوفكم على خير. ويلا بينا نبدا الوصفه ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا بنات كنت جبت هنا الجريل بقى، ده جريل كهرباء زي ما انتم شايفين كده. ده يوم الفيديو بتاع الكبده اللي انا اهوت بذكركم، حبيت اذكركم بيه بعد ما طبعا شويت عليه الكبده، طبعا اتبهدل بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. فانا هنا حبيت اوريكم التنظيف بتاعه بيبقى عامل ازاي. هنا ببدا بمعلقه خشب الاول عشان مش هجرحه وابوظه. دوت يا بنات جريل كهرباء. وبرده لو انت عايزه تعملي الحركه ديت، تنظيف الجريل الطاسه، الجريل اللي هي العاديه بتاعتنا اللي احنا بنحطها على البوتاجاز، برده انصحك ان انت تعمليها بالطريقه ديت عشان ما تتجرحش وتبوظ منك، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان الطاسات الجريل بتبقى غاليه. هنا بدات بقى بالشوكه الخشب، بدات اطلع كل الحاجات اللي اتوسخت كده، وبعد كده جبت منديل وبدات انضف بالشكل ده كده. هنا بقى معايا ستريس. الاستريس ده يا بنات حلو جدا، يعني منظف للبوتاجازات والدهون، حلو جدا. لو انت بقى عايزه تجيبي اي نوع تاني، بس عن تجربه النوع ده حلو جدا. هبدا هنا بقى ارش كده الاستريس كله على الجريل واسيبه بس دقيقه، وبعد كده هبدا انضفه. هنا بقى بدات مش تغسلي الجريل بليفه سلك ولا اي حاجه عشان برده ما يتجرحش منك، زي حركه ما احنا قلنا بالمعلقه الخشب. فانت هنا جبت الاسبونشه، وهبدا برده انا كنت بعمل بالمعلقه الخشب كده بالاسبونشه عشان ما كانش عندي وقتها جوانتي عشان البسه، عشان انا عندي حساسيه من المنظفات يعني. هنا بقى بدات بالاسبونشه كده بالراحه انضف واحده واحده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. شفتوا بقى الدهون، بصوا منظره عامل ازاي. الاستريس ده يا بنات حلو قوي عن تجربه يعني. هنا كنت جايبه المنديل وبوريكم بعد ما عملته بالاسبونشه، بوريكم شو يعني المنظر كان عامل ازاي. هنا بقى الازاز بتاع الجريل برضو رشيت عليه ستريس، وهبدا بقى برضو بالاسبونشه واحده واحده كده انضف. انا عندي الجريل ده يا بنات كهرباء، وبيتقفل ليه غطاء ازاز عشان لو انت حاطه فحمايه او حاطه اي حاجه بتشوي فراخ او اي حاجه ومش عايزه دخانه تبهدل لك المطبخ، فهو حلو جدا النوع دوت، وليه غطاء ازاز بيتقفل زي غطاء البوتاجاز كده. هنا خلاص بقى بدات ان انا امسك الاسبونشه وانضف الجريل، وبصوا بقى بعد التنظيف بقى عامل ازاي، بقى زي الفل ونضيف معايا وتعقم. وهنا بقى اهو الغطاء الازاز ركبته. الغطاء
برضو بيتشال وبيتركب براحتك، يعني عايزه تعمليه وهو موجود، عايزه تشيليه براحتك، هو بيتشال. يعني الجريل ده حلو جدا يا بنات، كهرباء، بتشوي فيه سمك، بتشوي فيه لحمه، بتشوي فيه فراخ، كانك عامله على شوايه فحم بالظبط، وما شاء الله عليه قوي كده. بقى ايه، كنت بوريكم بعد ما خلصت الجريل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، سهل جدا ومش محتاج اي حاجه وبياخدش منك دقايق. تاني وصفه معايا بقى، الوصفه دي بقى جميله جدا، هتعجبكم قوي وسهله لو انت مش عايزه تشتري اي منظفات من بره زي الاسترس او غيره. الوصفه دي جامده جدا عن تجربه. هنا معايا البوله، لازم تجيبي بوله كبيره شويه عشان البتاع ده بيعمل فوران. معايا معلقه كبيره من ملح الليمون ومعلقه من كربونات الصوديوم، دي انا عامله. ومعايا بريل او فيري اللي موجود عندك، اللي هو بتاع المواعين، يعني صابون بتاع المواعين، اي صابون موجود عندك، مش شرط يعني بريل او ايه. حطيت معلقه الملح الليمون والمعلقه بتاعه كربونات الصوديوم، وهنزل بمعلقتين من او معلقه من المسحوق الغسيل بتاعنا الصابون زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. دي انا كنت عامله كميه صغيره، انت كبري بقى لو انت هتعملي حيطه بتاعه المطبخ، هتعملي بوتاجاز، انت زودي الكميه، بس انا بعمل دي تجربه، حاجه بسيطه قدام، معلقه ومعلقه ومعلقه. بصوا بقى هيبدا معايا يفور زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هيبقى الشكل بتاعه النهائي زي المعجون الاسنان بالظبط. بصوا عشان كده بقول لكم اعملوه في بوله كبيره عشان الفوران دوت مش يدلق منكم على الرخام. هبدا هنا بقى ايه، اقلبه كويس جدا اهو، وهنضف معاكم دلوقتي الفرن الكهرباء، هوريكم برده تنظيفه ازاي بده. يعني انا وريتكم الاسترس بالجريل الكهرباء، وهوريكم الخلطه دي، فعلا الخلطه دي جامده جدا هتعجبكم قوي. هنا بقى خلاص هجيب سبونشه معايا وهجيب فوطه نظيفه. هنا بقى ايه، جبت فوطه نظيفه معايا اهيت، وجبت سبونشه هبدا اخد منه، هو بيبقى عامل زي الرغاوي بتاعت الصابون كده، ما بتحطيش عليه ميه ولا اي حاجه. هاخد منه بالسبونجه وهبدا انضف الفرن الكهرباء بتاعي. الفرن بتاعي الكهرباء فيه عينين كهرباء من فوق سخان، بغسلهم عادي ما بجرالهمش اي حاجه. بصوا يعني من قبل ما اخلص، لو في اي دهون يا بنات بتطلع بطريقه مش قادره اوصف لكم هو قد ايه الوصفه دي جميله جدا، عن تجربه قدامكم. هي بيطلع الدهون بسرعه جدا وبيدي لمعه حلوه قوي لاي جهاز عندك. بصوا هنا بقول لكم كان مطلع الدهون ازاي في الاسبونشه، بصوا لمع ازاي من قبل ما امسحه. هنا جبت الفوطه وبدات امسح، بصوا لمع معايا ازاي، وبيضل محتفظ باللمعه. يعني البوتاجاز او الفرن او الجريل او اي حاجه بدلها محتفظه باللمعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا الجمال، ورخيصه جدا ومش مكلفه، يعني لو انت مش معاكي تجيبيه، وبعدين يعني مش مؤذيه، مش بتاذي. انا عن نفسي عندي حساسيه فبضطر ان انا البس جلافز، مش بتاذيني خالص، ما بتتعبنيش يعني. هنا بقى الفرن من جوه، هنا الصاجه بتاعه الفرن دي دهون اللي انتوا شايفينها ديت اهي. هبدا بقى ايه اغسله، ما بيخليكيش اصلا تحتاجي ان انت تجيبي سلك مواعين، هي كفايه عليه السبونجه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا بقى هبدا اعمل الفرن من جوه، هبدا اغسله برده من جوه بالسبونشه. هو الفرن مش مليان دهون قوي لان انا دايما ايدي في الحاجه يعني، ما بس كان فيه شويه دهون برده، يعني كنت عملت فيه كذا حاجه وسبته لمده اسبوع عشان اعمل لكم الفيديو ده. اللي تحت في الفرن ده مش دهون يا بنات، دي صدى، الفرن مصدي شويه من جوه، انما هو مش يعني مش دهون ولا حاجه عشان ما تقولوش ما طلعتش. انتوا هتشوفوا قد ايه الفرن دلوقتي بيبرق بعد ما خلصته. في حاجه بسيطه قبل ما انسى، في ناس طلبت مني في الكومنتات ان انا اعمل تفريزات بتاعه رمضان. انا يا بنات مش حابه خالص ان انا اعمل تفريزات رمضان، انا عملت الحمد لله وخلصت. انا بس الفيديو الوحيد اللي انا عملته عشان ما تزعلوش اللي هو بتاع الطماطم، عشان الطماطم طبعا اي حد ممكن يجيبها ويعملها. انا مش حابه خالص كل اليوتيوبر عاملين التفريزات، كل واحد حر، بس انا ما حبيتش عشان الظروف اللي احنا فيها، الغلا، وفي ناس مش مقتدره ان هي تجيب وتعمل تفريزات، فحرام ان احنا نعمل الحاجات دي قدامهم. فما حبيتش ان انا اعمل تفريزات ولا اصورها يعني صراحه، يعني عشان ابقى صريحه معاك. فانا عملت تفريزاتي من غير ما اصور اي فيديوهات، لان طبعا في ناس معاها وفي ناس مش معاها، فلازم نحس ببعض، وربنا يا رب يرخص كده قوت المسلمين يا رب ويرحمنا. فحبيت اوضح بس النقطه دي اهي. بصوا انا بتهيالي واضح جدا ان الفرن بيبرق. بصوا جميل جدا. بقيت بس اقابل الفوطه واعصرها بميه نظيفه وابدا امسح بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت
شفت الفرن بقى بيبرق ازاي. على فكره الفرن ده بيلم مني دهون جامد عشان هو جنب البوتاجاز، يعني هو على الرخامه جنب البوتاجاز، فبيلقط يعني بيلم دهون برده. وهجيب لكم برده حته صغيره من الحيطه هوريها لكم برده عملت بيها. بصوا بيبرق ازاي، بسم الله ما شاء الله. الخلطه دي حلوه جدا، ملح الليمون، كربونات الصوديوم مع الصابون، المواعين، حلوه قوي كده. خلاص كنت بوريكم بعد ما خلصت الفرن من جوه ومن بره. بصوا حلو ازاي. هنا بقى كنت بوريكم دي وانا بلمع رخامه، ده ستيكر على الرخام. يعني بصوا، يعني شوفوا الستيكر حتى بيلمعوا ازاي. بصوا حلو جدا والله، ودنيته محتفظ باللمعه دي، قعد شويه بيلمع كده. هنا بقى عندي الحيطه دي ورا جنب البوتاجاز بالظبط. هنا بقى كنت بوريكم انا بعملها. بصوا اهيت، على فكرة فيها نقط دهون بس مش باينة، يعني فيها نقط كده من الزيوت بس هي مش باينة عشان السيراميك عندي يعني فيه رسومات شوية، بس والله نظفته قوي. بس بالاسبونشة مش هتحتاجي ان انت تدعكي بسلك مواعين ولا اي حاجة. اهي بصوا هتلاقوا اللمعة، حتى الحيطة دلوقتي لمعت. بصوا الخلطة دي يا بنات حلوة جدا، جربوها، رخيصة على قد الايد. انا بحاول اجيب لكم حاجات على قد الايد، وبحاول اعمل لكم وصفات على قد الايد عشان الظروف اللي احنا دلوقتي فيها. فان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، مش تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.